مشاهدينا الأعزاء والأوفياء لقناة أخبار الدوري السعودي، نشكركم على المتابعة والمرة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. يعرف الدوري السعودي انتقالات صيفية حارقة لكل الأندية على الصعيد العالمي والدوري، حيث استطاع نادي الاتحاد الاتفاق مع اللاعب فابينو اللاعب قادما من ليفربول الإنجليزي ليعزز مكانة الفريق، حيث استطاع نادي الاتفاق التعاقد مع اللاعب هندرسون قادما من ليفربول أيضا. ويسعى نادي النصر السعودي أيضا للتعاقد مع ساديو ماني لاعب نادي بايرن ميونخ الذي لم يعد له مكان مع الفريق، فيما استعاد النادي الأهلي السعودي في الظفر بخدمات اللاعب العربي والواعد والمتوج بدوري أبطال أوروبا رياض محرز، حيث استعاد توقيع اللاعب بفرح وسرور، وأكد اللاعب في تصريحات سابقة كذلك. ويسعى أيضا نادي الهلال للظفر بلاعب ومهاجم قوي، وهو المهاجم نادي إشبيلية والمغربي يوسف النصيري، حيث يقوم بمفاوضات عدة من أجل الظفر بتوقيع اللاعب، إضافة إلى خيار آخر وهو مهاجم نابولي اللاعب النيجيري أوسمين. ويشهد الدوري السعودي هذه الصيف بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية من نادي مانشستر يونايتد في قدوم مجموعة من اللاعبين، أبرزهم مالكوم لنادي الهلال، وفابينو من ليفربول، وكوليبالي من تشيلسي، وكانتي أيضا في انتقالات حرة. ويسعى الدوري السعودي للظفر والتطلع للعالمية.